مستر بركات، ازيك؟ انا اللي كلمتك اول حلقه، فاكرني؟ استنى ما تقفلش، انا عرفت انت مين خلاص، وعايزك بس تنصحني. بس كده. انك تكون ايجنت دي مش حاجه سهله. الموضوع مش انك تكون اذكى واحد في الاوضه ولا انك تحفظ كل تفاصيل السوق. الايجنت الحقيقي هو اللي عنده نظره وبيعرف يفهم الناس كويس وفعلا عايز يساعدهم. عنده حاجتين مهمين قوي: طموح مش مربوط بفلوس، وعنده استعداد يتعلم كل يوم. مش لازم تكون اكتر واحد عنده سوفت سكيلز، لكن لازم تعرف تتواصل، ولازم تكون بتفهم كل انواع الناس: العميل المستعجل والمحتار واللي مش فاهم هو عايز ايه. وخطوه بخطوه ومكالمه ورا مكالمه. وما تيأس لو ما قفلتش ديل، ولا تعمل فرح لو قفلت. لازم تبقى واثق من نفسك وشايف كل خطوه صح وحاططها في مكانها لحد ما تبقى اسم الناس بتثق فيه. اتنين ايجنت ممكن يبداوا مع بعض: واحد بيسمع الكلام وبيشتغل وبيتدرب في اماكن صغيره وبيكبر فيها ويكسب عملاء ويكبروا معاه، والتاني بيفضل يشتغل بنفس الطريقه القديمه، بيكرر نفس الكلام ويجري كل يوم على صفقه جديده، وهو فاكر ان الحماس بس هو اللي كفايه. الفرق بينهم مش في السوق، الفرق الطريق اللي هتاخده كايجنت. الاول هيطورك، التاني هيخليك تلف كل يوم في نفس السعي. لازم يكون عندك اساس علمي حقيقي، شايف السوق والمنافسين وبتعرف تحلل المشاريع مش بتحفظها. لما تكلم عميل لازم يحس انه بيكلم حد فاهم المشروع والمنطقه والجدول الزمني والقيمه الحقيقيه للمشروع، مش مجرد دي فرصه حلوه يا فندم. اللي بيفرق اي ايجنت عن اي سمسار ان الايجنت فاهم السوق، السمسار بينقل لك ان في فرصه حلوه للبيع. العقارات مهنه السهل الممتنع، الفلوس قدامك كل يوم وكل مكالمه فيها فرصه، بس الخطر الحقيقي انك تشتغل وانت كل اللي شايفه الفلوس. لو دخلت المجال علشان تكسب بسرعه عمرك ما هتكسب. السوق ده بيحب دايما الناس اللي بتدي 100%، واللي بيشتغل باتقان هيلاقي نتيجه اكتر من اللي كان بيجري وراه. خليك فاكر دايما: لو ركزت مع العميل المكسب هيجي لوحده، بس لو ركزت تبيع مش هتبيع. ولما تبدا تكبر ويجي لك عملاء كتير لازم تتعلم تختار. التنظيم مش بس في الوقت لكن كمان في اختيارك للعميل. اوقات ترفض صفقه علشان تركز في صفقه اهم، واوقات توقف شغل علشان ترتب دماغك. لان اكبر غلطه بيعملها الايجنت الجديد انه بيشتغل مع كل الناس وفي كل المناطق، وكل تجربه سواء نجحت او فشلت هي داتا لازم ترجع لها تاني. والايجنت اللي بيتعلم من كل تجربه هو اللي بيكسب على المدى الطويل. طب الايجنت ده بقى دارس ايه؟ الايجنت الناجح دارس 20% من كل حاجه و80% من الشغلانه. بيتكلم مع كل الناس من كل الخلفيات، بيتكلم مع المهندس بلغه الارقام، وبيتكلم مع المستثمر بالعائد، وبيتكلم مع الامهات بالامان والاستقرار. لازم يكون عندك ثقافه عامه يخليك دايما ليك مدخل مع اي شخصيه. وده مش ذكاء اجتماعي، دي استراتيجيه تواصل مع العميل اللي لازم تكون فاهمه اكتر من نفسه. العميل دايما عنده مشاعر متداخله، خايف، متردد، مشغول، دايما دماغه فيها حسابات، ولو انت كايجنت مش فاهم ده هتخسره. التواصل مش بس عن طريق الكلام، افتح معاه موضوع ولو بسيط تحس انك فاهمه كبني ادم، لان الناس بتشتري بعاطفتها قبل دماغها. انك تدير علاقتك مع العملاء اللي احنا بنسميها CRM دي مش رفاهيه. البورتفوليو بتاعك الحقيقي مش الشقق اللي بعتها، البورتفوليو بتاعك الحقيقي هو سمعتك اللي سبتها مع الناس. السر مش انك تدخل انترفيو وتنجح، السر انك تعرف تشتغل بعد كده. في ناس بتحفظ اجابات الانترفيوهات وتعدي، بس بعد كده بتكتشف ان مش بتنجح. ليه؟ لانها دخلت المجال بشخصيه مش شخصيتها. في العقارات لازم تكون نفسك قبل ما تلبس شخصيه تانية. غلطه الناس دايما ان بتلبس شخصيه في الانترفيو مش شخصيتها. الشطاره مش انك تكون بتعرف ترد، الشطاره انك تواجه ضعفك بصدق وتكون بتتطور. النجاح مش انك تقفل صفقه النهارده، النجاح انك تفضل تكمل 5 سنين بنفس الطاقه بس بخبره اكبر كايجنت مش سمسار. هيكمل معاك ومعايا انا محمد بركات، الصندوق الاسود في السوق العقاري، وده كان بركات كاست.